السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة حلويات ومملحات مع سميرة في فيديو جديد ووصفة جديدة. اقتراح اليوم غادي نشارك معكم كلاصاج رويال. بالنسبة لهذا الفيديو هو تتمة الفيديو كاطو كلاصي اللي فات. غادي نشارك معكم طريقة تحضير كلاصاج لامع او كلاصاج رويال اللي كنتو كتار طلبتوه مني في التعليقات ولبيت لكم الطلب ديالكم. نتمنى تحتفظوا بهذا الفيديو باش يبقى عندكم ديما معتمد. على بركة الله ندوزو نخليكم على المقادير وطريقة التحضير. اول حاجة باش نحضروا هاد الكلاصاج كنحتاجو 200 غرام ديال سكر سنيدة اي ما يعادل كاس ونص ديال السكر. كنحتاجو نص كاس ديال الماء ما يعادل 70 غرام. كنحتاجو الكاس مملوء ديال الكاكاو المر ما يعادل كذلك 70 غرام، وكاس غير مملوء ديال القشطه الطريه ما يعادل 140 غرام، وربعه الاوراق الجيلاتين اللي كنرطبوهم في الماء بارد. كناخذوا واحد الكاسرونه الاولى كنوضعوا فيها السكر سنيده مع الماء، الكاسرونه الاخرى كنديروا فيها لا كريم فريش، كنردوا الكل فوق البوطه باش يغلى. بالنسبه للكاكاو الاوراق الجيلاتين كنستعملوهم حتى المرحله الثانيه. ضروري لا كريم فريش كنديروها على عافيه مهيله باش تغلى. والخليط ديال السكر وسنيده كنبقاو نحركوه باش نتاكدوا ان هذاك السكر طاب. هذا الخليط ديالنا خصو يغلى واحد دقيقه او جوج. حنا ماشي في حاجتنا للسيرو يكون خاتر، حنا فقط كنتاكدوا باللي السكر ديالنا داب مع الماء باش منين داك الساعه مرحله اللي يذوب فيها نقدروا نكملوا فيها العناصر الاخرى. كنستمروا في التحريك حتى كنتاكدوا باللي الخليط ديال السكر والماء ديالنا ولا متجانس. في المرحله هذه كنضيفوا الكاكاو ديالنا، نبقاو نحركوا فيه مزيان حتى كنتاكدوا باللي حبيبات الكاكاو تلبست بداك السيرو ديالنا. كنحركوا بسرعه باش ما يوقع لناش تكتلات. كنبقاو نحركوه مزيان كما كتلاحظوا معنا في الصوره. كنحركوه مزيان باش منين نضيفوا عليه القشده الطريه اللي كنأكد تكون سخونه باش ما كيوقعش داك الشوك كتكللنا داك البريباراسيون ديالنا. كنضيفوا من بعد كنضيفوا هاد لاكريم الفريش ديالنا اللي كنا سخنا مزيان وكنحركوا بسرعه كما كتلاحظوا معنا. كنحركوا مزيان هانتوما كتشوفوا. من بعد كنخليوه يغلي واحد شويه باش كنتاكدوا باللي الخليط ديالنا انسجم ديال السكر والماء مع لا كريم فريش. كنخليوه يغلى تقريبا واحد نص دقيقه او دقيقه حتى كيبان لنا هاد الفقاعات كبار بحال هكا كما كتشاهدوا معنا. من بعد هذه المرحله كنطفيو عليه البوطه وكندوزو باش كنديروا له 4 اوراق جيلاتين اللي فايت رطبناه في الماء بارد. كنأكد على ان لا جيلاتين كترطب في الماء بارد. كنحركوه واحد شويه باش كنهبطوا له درجه الحراره باش ما كيخسرناش داك لا جيلاتين. كنعصروا الاوراق ديال الجيلاتين ديالنا مزيان وكنقوموا بالتخليط بسرعه كما كتشاهدوا معنا في الفيديو باش كنتاكدوا ان لا جيلاتين ديالنا دابت بفعل الحراره. هانتوما كما كتشاهدوا معنا كنحركوا بواسطه الفوي او الضراب اليدوي. كنحركوا مزيان وكنهزوا حتى كما يبقاش دوك الخيوط ديال لا جيلاتين كيطلعوا معنا. كما كتلاحظوا معنا في الصوره ان دابا النتيجه ديال الكلاصاج ديالنا بدات كتبان، اللمعان ديالو كيبان واضح. هانتوما كتشوفوا من بعد ما كنخلطوه مزيان كنجيب واحد الانيه وصفايه تكون رقيقه باش كنصفيوه من الحبيبات الا بقاو ديال لا جيلاتين او الكاكاو باش ما كيخرجوش فيه دوك الفقاعات اللي كيخسروا لنا الوجه ديال الحلوى ملي كنخويوه فوق الحلوى. كنصفيوه مزيان. من بعد ما كنصفيو كنحصلوا على هذه النتيجه. وانتم كتشوفوا القوام خاتر، لا اللمعه باينه، كلشي ناجح. انا متاكده انكم الا جربتوه غتوليو ديما كتستعملوه. من بعد ما كيبرد لنا واحد شويه عاد كنقدو نغلفوه بهذا الفيلم اليمونتير او البلاستيك الغذائي وكندخلوه للثلاجه كيبات ليله كامله. كنأكد ان اي كلاصاج باش كتضمنوا النجاح ديالو خصو يبات ليله كامله قبل من الاستعمال ديالو. ملي كنبغيو نستعملوه كنخرجوه من الثلاجه كنقوموا بالتسخين ديالو اما في الميكرو اوند او حمام مريم حتى كيذوب وكتولي درجه الحراره ديالو ملائمه. عاد كنخويوه على لي زونطرومي ديالنا. هنا كينتهي الفيديو ديالنا. نتمنى يكون عجبكم. الا عجبكم دعموني بلايك وبالاشتراك والى اللقاء في فيديو جديد. مع السلامه.